وزارة التربية تحدد تاريخ 7 أبريل لتنصيب اللجنة الوطنية المتعلقة بإعادة فتح القانون الخاص لعمال التربية. وزير الطاقة يوسف يوسفي يدعو الشركات الجزائرية الخاصة للاستثمار في القطاعات الطاقوية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو من الجزائر إلى تبني موقف موحد يساعد على تخطي الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية. وفي الرياض الخضر يباشرون معسكر قطر اليوم بتعداد مكتمل، وبرشلونة يطيح بريال مدريد في كلاسيكو العالم. حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم الى نشرة المنتصف نقدمها لكم مباشرة من قناة الجزائر. هذه تفاصيلها. أفضى اجتماع نقابة الإنبوف مع وزارة التربية إلى تحديد تاريخ 7 أبريل لتنصيب اللجنة الوطنية المتعلقة بإعادة فتح القانون الخاص لعمال التربية، كما تم تحديد عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية في الأطوار الثلاثة في انتظار دراسة بقية النقاط العالقة في اجتماع اليوم. هذا وانتقدت نقابة التربية سير دروس التعويض التي أقرتها الوزارة الوصية بأن جعلت حضور التلاميذ فيها اختياريا، واعتبرت نقابة كنابيست ونقابة تكتل 7 بأن عدم إجبارية الحضور سيجعل من هذه الدروس شكلية لا أكثر، كما شككت في نسبة تقدم الدروس المعلنة من مصالح بن غبريت التي قالت إنها وصلت إلى 70%. بإعلان وزيرة التربية أن حضور التلاميذ في حصص استدراك الدروس الضائعة لا يحمل الصفة الإجبارية، يكون أمل تجاوز تبعات إضراب الأساتذة أمرا مستحيلا في ظل غياب رزنامة تعويض مدروسة وعدم التنسيق بين الأطراف المعنية. اليوم الأساتذة في كامل المؤسسات التربوية التحقوا بعملهم. الشيء الذي نحن نتأسف له هو أن الإدارة الوصية لم تولي أهمية لهذا الأمر، ولم تدرس قضية استدراك الدروس الضائعة، لأن استدراك الدروس الضائعة يتطلب رزنامة مدروسة، رزنامة رسمية تجبر التلاميذ على الحضور. وجدنا حتى على مستوى المؤسسات غياب لمديرين في مؤسسات تربوية، لا وجود لوثائق تنظم العملية. مستحيل استدراك الدروس. الشيء اللي ضاع في قطاع التربية ضاع، ما نتمناوش يضيع أكثر. نقابة مستقلة أخرى ترى أيضا أن استراتيجية وزارة التربية لتدارك ما ضاع من دروس ليست بالحل، والمطلوب خطة بيداغوجية واضحة ومدروسة بإشراك جميع الفاعلين في القطاع. كمربيين نحن نقول بأننا لا نستطيع أن نقدم الخيار للتلميذ يذهب أم لا يذهب، يجب أن نجبره أن يذهب إلى المدرسة لكي يتلقى الدروس ويطلب المعرفة. هذا هو، لا نستطيع أن نترك الخيار للتلميذ. نطالب من وزارة التربية المفتشين البيداغوجيين أن يتابعوا مرحلة هذه العطلة المدرسية، ويتابعوا كذلك يشوفوا الأساتذة هل فعلا راهم يقدموا الدروس او يعني عاديه، او راهم يقدموا درسين في درس واحد، او يمدوا لي بوليكوب. اكثر من هذا فحديث الوزيره بن غبريت عن تقدم في البرنامج الدراسي بنسبه 70%، رقم لم يكن محل ترحيب لدى الشركاء الاجتماعيين. عندما نقول 70% بالنسبة إلى ماذا؟ هل بالنسبة إلى ولاية ولا ولاية أخرى؟ ولكن إذا نأخذ النسبة وطنية أكيد ما وصلناش إلى 70%. هي إذن نتائج إضراب الأساتذة، وإن كانت فرصة احتوائه في ساعاته الأولى أمرا متاحا لوزيرة التربية قبل أن تتطور الأوضاع إلى إضراب مفتوح. أما اليوم وبضياع 4 أسابيع من المقرر الدراسي لم تعد التصريحات المضادة حلا لتصحيح ما أفسدته سياسات تسيير فاشلة.
أعلنت وزارة التجارة عن تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والمناجم إلى جانب الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، مهمتها إعداد تنظيم جديد لعمل أسواق السيارة المستعملة، إجراء انتقده الاتحاد العام للتجار والحرفيين باعتباره لم يستشر في إعداده. ارتفاع مستمر في أسعار السيارات الجديدة وطلب متزايد على السيارات المستعملة، فوضى بات لابد من تنظيمها في أقرب الأجل للتحكم في حظيرة السيارة المتزايدة في الآونة الأخيرة، موضوع سيسيل الكثير من حبر المراسم التي ستقدمها وزارة التجارة. لا التنظيم قلنا باللي فيما يخص لي فواتور دوكازيون بصفة عامة راح تكون لجنة بين وزارة المالية، وزارة الصناعة والمناجم، ووزارة التجارة، وبتنسيق مع جمعية وكلاء السيارات باش ننظموا هذا السوق تاع لي فواتور دوكازيون، لأن مش ممكن يبقى هذا الفوضى فيما يخص هذا السوق. إعادة فتح باب القروض الاستهلاكية في قريب الأيام القادمة الذي صد في وجه المواطنين في السنوات القليلة السابقة هو الآخر سيكون موضوع نقاش اللجان المشتركة بالتنسيق مع عديد الوزارات المعنية. القروض الاستهلاكية دائما لجنة مشتركة تاع خبراء بين المالية، الصناعة والتجارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين. نظن في الأسابيع المقبلة راح نخرج بنتيجة. هي إذن خطوة أخرى في مسار التنظيم بعد تخمة الأسواق والمواطن والتعاملات المصرفية التي لطالما تكبدت الجزائر جراءها الكثير من تحويل العملة الصعبة. فهل سيكون التقنين والاهتمام متأخرا بعدما اعتاد الجزائريون نمطا معينا في التعامل مع سوق المركبات؟ الاستثمار في مجال الطاقة مفتوح للشركات الخاصة الجزائرية المهتمة، هذا ما أعلن عنه يوسف يوسفي خلال ملتقى حول عرض برامج قطاع الطاقة حضرته منظمة أرباب العمل، حيث كشف عن توجهات جديدة للحكومة في مجال الاستثمارات الطاقوية. سوق جديدة في قطاع الطاقة رهن إشارة المؤسسات الجزائرية الخاصة القادرة على الاستثمار في القطاع، فرصة ستدفع بالمتعاملين الاقتصاديين للخوض في مجال كان حكرا على المؤسسات الأجنبية لعقود طويلة. Nous vous disons, le message que nous vous transmettons, c'est qu'il y a un potentiel considérable d'investissement dans tous les domaines. Celui qui veut avoir une équipe de sismique en 2D ou 3D, il a du travail pour 50 ans. Tfadlou. Le champ est libre. Et on vous a montré, nous avons montré une palette de possibilités d'investissement qui sont actuellement immenses. مشاريع ضخمة لبرنامج الطاقة الممتد لغاية 2030 دعا فيه وزير القطاع إلى مساهمة المؤسسات الصغيرة في هذا المجال. Nous avons, dans quelques jours, la Sonatrach va faire un partenariat pour la construction d'appareils de forage. S'il y a des industriels qui veulent fabriquer des appareils de forage, actuellement nous en avons une centaine, nous avons besoin de 200 ou 300 autres appareils de forage. مرحبا ومرحبتين. وفيما يخص الطاقات المتجددة التي تراهن عليها الحكومة، تطرح كونفدرالية أرباب العمل مشكلة تخزين الطاقة الشمسية. On peut exporter les énergies renouvelables à travers l'Afrique, à travers l'Europe إلى آخره، ولكن احنا رانا في المرحلة هذه فيه يعني il y a un engouement, il y a un marché, il y a actuellement des activités, une dynamique dans le secteur des énergies renouvelables. احنا المشكل اللي مطروح اليوم على المستوى هذا nous avons dans le problème de l'énergie renouvelable كاين مشكل je l'ai dit tout à l'heure c'est le problème de stockage تخزين الطاقة الشمسية. لماذا؟ عندنا ربما فيه بالنسبة للتكنولوجيات اللي نستعملوهم لحد الآن ما يقدروش يعني يكفيوا il peut pas répondre réellement. هي خطوة جديدة في إطار الانفتاح تفتح آفاقا جديدة على القطاع الخاص الذي يواجه اختبارا لفرض نفسه في مسار مرافقة الحكومة لتحقيق الانتقال الاقتصادي.
احتج صبيحة اليوم العشرات من مكتتبي عدل اثنين أمام المديرية العامة لتطوير وتحسين السكن عدل للمطالبة بتسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الأول، منتقدين تماطل المديرية في مباشرة الإجراءات الخاصة بالدفع، وهو ما أثار حسبهم تخوفا من إطالة مشروع عدل اثنين. رغم المؤهلات الطبيعية والزراعية التي تتوفر عليها بلدية بني دحمان بولاية قسنطينة، إلا أنها لا زالت تعاني تأخرا في إنجاز عديد المشاريع التنموية والمرافق الخدماتية بسبب نقص الأوعية العقارية المخصصة للبناء. تعيش بلدية بني حميدان الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا عن الولاية قسنطينة على وقع استكمال عشرات المشاريع التنموية التي لم يشرع في تجسيدها منذ سنوات، فالمنطقة فلاحية تنام على مؤهلات طبيعية وبشرية ضخمة، ومشكلها الحقيقي نقص المساحات العقارية وغياب التخطيط. عندنا مشكل مع مديرية الفلاحة، حتى البدو رانا في جدل مع لي سيرفيس دو راديك ولي سيرفيس دو لاغريكولتور. البدو حتى الان يعني مده 6 سنين مازلنا ما نجزناش، خاصه عندنا في بني حميدان المركز عندنا مدرسه واحده، يعني الاكتظاظ في المدرسه راه وصل 40. ورغم وفرتها على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة، فالمنطقة تعاني من ضعف في البنى التحتية، حيث تشهد ندرة في المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، والنموذج مشتت شعيبية. عليه حتى في جبل معليش الماء ما عندناش، ديجا الماء ما عندناش، الناس الكل عندها من هنايا كاينين فيرم. دارت لهم الدوله باللي هذوك العيون تاع تستافد منهم الفلاح تاع المشت، حنا تاعنا ما دارتناش. الزيارة قادتنا إلى مشتت ولاد النية، أين لاحظنا تغطية كبيرة في البناء الريفي، إلا أن التهيئة الخارجية وتوفير الغاز والكهرباء حال دون ذلك. ولاد النيادو راهي كاينين جماعات 3 سنين درك وهما قافلين الديار نتاعهم، ما لقاوش كيف يسكنوا فيهم، لا تريسيتي فيهم، لا غاز، لا ماء. نقلنا الانشغال للمسؤول الأول لمعرفة حيثية المشكل، إلا أن الأخير توعد بتسوية القضية في القريب العاجل. أنا مشينا في 1200 رخصة بناء، يعني البناءات راهي جاهزة، بقات غير التهيئة تاع بعض المناطق. إن شاء الله احنا في هذا العام يعطيوها لنا او نيفو تاع دي بياتي. هو رهان كبير رفعته هذه البلدية في مواكبة التنمية مؤخرا، وسكانها اليوم ينتظرون دورهم في الاستمتاع بحياة كريمة والتفاتة من المسؤولين ترفع عنهم المعاناة. في الشأن الإقليمي دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الدول العربية إلى تبني موقف موحد يساعد على تخطي الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، دعوة تأتي في خضم الزيارة التي يقوم بها نبيل العربي إلى الجزائر لبحث تنسيق مشتركة تمهيدا للقمة العربية المرتقبة في شرم الشيخ المصرية نهاية هذا الشهر. على وقع وضع أمني إقليمي ملتهب امتدت فيه جذور الإرهاب حتى وصلت قلب العواصم العربية، مهددة بعملياتها بدمار وخراب شامل استدعى رفع حالة التأهب إلى درجته القصوى. وعشية انعقاد القمة العربية المرتقبة بحر الأسبوع القادم في شرم الشيخ المصرية، تأتي زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى الجزائر كخطوة تمهيدية لدراسة وبحث الملفات العربية الراهنة، استنادا إلى تنسيق جزائري مصري على أعلى مستوى فرضه الوضع المزري في الجارة المشتركة ليبيا. الزيارة كلها في إطار الإعداد لمؤتمر القمة الذي سوف يعقد في 28 من هذا الشهر، وهو مؤتمر يعني تنبع أهميته من طبيعة التهديدات اللي تحيط بالعالم العربي كله. لا توجد دولة الآن تستطيع تقول أنا بمعذر عما يدور حولي، كلنا مشاركون في هذا الموضوع. يهمني بالطبع أني أستمع إلى ما سوف يقول صديقي الوزير رمضان العام، وجميعا نستفيد من خبرة فخامة الرئيس عبد العزيز. تمهيدات القمة العربية المرتقبة في مصر تأتي في ظل الغموض الذي يكتنف الحوار الليبي الدائر في الصخيرات المغربية،
برعاية المبعوث الأممي برناردينو ليون، الذي أعلن عن امتداد المفاوضات إلى يومين إضافيين رغم الاشتباكات الحاصلة في الميدان. تتقدمها الحملة التي أعلنها الجيش الليبي لتحرير طرابلس وإخراج قوات فجر ليبيا من المدينة حسب الحكومة المعترف بها دوليا. معطيات تهدد بشكل مباشر الجهود الأممية الساعية للتوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية ووقف شامل لإطلاق النار، والتي هي على موعد مع جولة ثانية من المفاوضات التي أطلقتها الجزائر نهاية الشهر الجاري، والتي تضم تشكيلات سياسية ذات تأثير مباشر في القضية الليبية. في غضون ذلك تناقلت بعض وسائل الإعلام المصرية خبر اختفاء غامض 46 مصريا في ليبيا، غالبيتهم الساحقة من الأقباط انقطع بهم الاتصال منذ سبتمبر الماضي، ما جعل الخارجية المصرية تباشر عمليات البحث التي وصلت إلى إيطاليا وسط تخوفات من اختطافهم من قبل تنظيم داعش. يبحث الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا مع كبار المسؤولين في الجزائر عن بدائل لإنقاذ مسار المفاوضات مع الحركات الأزوادية التي تعترض عن التوقيع على اتفاق سلم. وتسعى الجزائر من موقعها وسيطا في الأزمة لإقناع حكومة باماكو لتقديم تنازلات تضمن إشراك الأزواديين في الحكم بموجب إصلاحات دستورية جديدة تبعد خيار الاستقلال. الورطة التي وقعت فيها مفاوضات الحوار الشامل لتسوية أزمة مالي استدعت زيارة مفاجئة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى الجزائر، وفي الأجندة البحث عن مخارج تضمن لهذا المسار النهاية المأمولة بعد مأزق رفض الحركات الأزوادية الفاعلة التوقيع على اتفاق الجزائر للسلم بصيغته الحالية. إصرار التنسيقية التي يتزعمها بلال آغ شريف على قطع صلة أقاليم تومبوكتو، كيدال وغاو عن سلطة حكومة المركز ستكون في صلب محادثات الجزائر التي تجمع كيتا بكبار المسؤولين، ورهان باماكو كبير على تأثير الجانب الجزائري في إنقاذ مالي من تقسيم وشيك تحت غطاء الوضعية الخاصة أو الحكم الذاتي الذي تريد الفصائل الأزوادية فرض بنود صريحة بشأنه في مشروع الاتفاق. ورغم الحرص الذي تبديه الجزائر في البقاء على مسافة واحدة مع كل أطراف هذا النزاع، إلا أن مسألة انفصال ثلثي أقاليم الشمال عن جنوب البلاد تثير تحفظات بل اعتراضات صريحة. فمنذ بداية جولة الحوار بين الفرقاء وموقف فريق الوسط يعمل على تفادي إدراج أي بند يقود مالي نحو وضع يمهد للانفصال. ولهذا قد تكون زيارة كيتا الثانية في أقل من عام حاسمة في تحديد مصير المفاوضات، والمنتظر أن يحصل على توجيهات باسم فريق الوسط الذي تقوده الجزائر لأجل دفع السلطات المركزية نحو مزيد من التنازلات تضمن إشراكا فعليا لممثلي سكان الأزواد في السلطة من قبل إحداث تعديلات دستورية تأخذ في الحسبان مطالب هؤلاء وتقر بحصة لهم في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة. وبعد هذه الزيارة ستبدأ مرحلة أخرى هي الأهم والأصعب من المفاوضات، لكن هذه المرة لإقناع الطرف الأزودي بالبدائل الجديدة التي تضمن لهم الحكم بعيدا عن أطروحات التقسيم. إلى فرنسا ترشح استطلاعات الرأي فوز حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرف في انتخابات الأقاليم الفرنسية التي جرت أمس جولتها الأولى، ومن المتوقع أن يلقى الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا هولاند انتكاسة جديدة في استمرار لتغيير ملامح الخريطة السياسية في فرنسا. تقدم حزب اليمين المتطرف في الدورة الأولى للانتخابات الإقليمية في فرنسا على الحزب الاشتراكي الحاكم الذي حل في المرتبة الثالثة. يبدو أن هذا التقدم شكل مفاجأة صادمة للساحة السياسية الفرنسية وحتى المسلمين في فرنسا. حزب اليمين المتطرف وإن حل في المرتبة الثانية بعد اليمين الجمهوري الذي يتزعمه نيكولا ساركوزي، إلا أنه يمكنه تشكيل كتلة سياسية يكون لها نفوذا في التصويت على القرارات، لأن القانون يتيح لكل تحالف يضم 25 مقعدا في البرلمان ذلك، وهي المقاعد التي فاز بها اليمين المتطرف. فوز أربك السياسة الفرنسية وحتى الأوروبية،
خاصة وأن حزب اليمين المتطرف معروف بمناهضته للبناء الأوروبي وللنظام والهجرة في قلب المشهد السياسي الفرنسي. فمانويل فالس وصف هذا الفوز بأنه خطر على فرنسا، وقال إنه لا يقدم الحلول لفرنسا ولا للمناطق، وبرنامجه ينشر الفتنة بين الفرنسيين. وغير بعيد عن تأثير الحزب على النظام، أيضا سيؤثر على المسلمين الفرنسيين، خاصة بعد التصريحات المتتالية لرئيسته مارين لوبين العدائية للمسلمين على خلفية اعتداءات شارلي إبدو الأخيرة ومطالبتها بتجميد بناء المساجد في إطار مكافحة الإرهاب حسب وصفها. حزب اليمين المتطرف الذي كان في وقت سابق منبوذا من طرف الفرنسيين بات الآن يضم كتلة سياسية قادرة على منح التأثير في القرارات الرسمية داخل البرلمان الفرنسي، ما يوحي أن فوزه يمهد الطريق لدخول قصر الإليزي. في تونس قامت وزارة الداخلية التونسية بإقالة مسؤولي الشرطة في العاصمة وكذا حي الباردو الذي تعرض لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 20 سائحا. وكان الرئيس التونسي قد أشار في تصريحات على التخاذل الأمني كسبب في العملية. كما قتل اليوم جندي وأصيب آخر في انفجار لغم أرضي زرعه إرهابيون في منطقة الكاف قرب الحدود مع الجزائر. وقال المتحدث باسم الجيش باللحسن الوسلاطي إن اللغم زرعه إرهابيون. في أخبار الرياضة، التحق عشية أمس اللاعبون المحليون بتربص المنتخب الوطني بقطر بعد أن شاركوا مع أنديتهم في مباريات البطولة. هذا وسيشرع اللاعبون المحترفون في الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني بداية من اليوم، حيث سيكتمل التعداد الخضر تحسبا للموعد المنتظر الذي ستتخلله مباراتان وديتان يوم 26 و30 من مارس أمام كل من قطر وعمان على التوالي. هذا وكان الطاقم الفني والإداري للخضر بقيادة الناخب الوطني كريستيان غوركوف ومساعده يزيد منصوري قد سبق الوفد المحلي في رحلة السبت من أجل تمهيد الأمور. بيان رحلة كانت مليحة الحمد لله يا ربي، وصلنا بخير ان شاء الله. بيان هذه فرصة كنت نستنى بها الحمد لله يا ربي، جاتني لاشونس ان شاء الله كي يعطيني لاشونس ونلعب ان شاء الله نقنع الناخب الوطني وكاع الشعب تاع الجزائر. Poste gardien c'est difficile, en plus il y a la concurrence et j'espère que je vais rester plus longtemps dans cette équipe parce que c'était mon souhait. Maintenant je suis avec l'équipe nationale, je pense à travailler dur et cravacher pour gagner ma place au futur inchallah. حسم نادي برشلونة قمة الكلاسيكو مع غريمه التقليدي ريال مدريد لصالحه بهدفين لهدف لحساب الجولة 28 من الليغا الإسبانية. وأشعل برشلونة أجواء اللقاء بهدف مبكر في الدقيقة 19 عن طريق رأسية محكمة من المدافع جيريمي ماتيو الذي دك بها شباك الحارس المدريدي إيكر كاسياس. ولم ينتظر الزوار كثيرا يعدل النتيجة في الدقيقة 31 عن طريق كريستيانو رونالدو لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين. ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه حين أحرز المهاجم لويس سواريز الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 56 لتنتهي المباراة بفوز زملاء ميسي بالكلاسيكو رقم 229 في تاريخ الفريقين. وبهذا الفوز ينفرد برشلونة بصدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن الفريق الملكي. بعيدا عن الرياضة، يستهوي العلاج بالطاقة كثيرا من الساعين إلى التخلص من مشاعرهم السلبية. ويجمع هذا النوع الحديث من العلاج بين الطب وعلم النفس، ويعتمد أيضا المعالج به أساليب مختلفة تقوم على تجاوب الشخص المعالج من خلال الاسترخاء واتباع التعليمات. كثير منا من يعاني من صعوبة الحياة وضغوطاتها التي تجعل من الإنسان عرضة للكثير من الأمراض. العلاج الذاتي أو العلاج بالطاقة هو العلاج الذي يمكن الإنسان من الابتعاد عن كل الضغوطات التي تفرضها الحياة العصرية. نقدر نقول باختصار إنه الطاقة ندخلها في جسمنا عن طريق مصادر، هذه تدخل في جسمنا وفي النهاية تتكسر وتتحول إلى طاقة تمشي في هذه المسارات وتغذي الجسم عن طريق نقاط. أحيانا يحصل خلل في هذه المسارات، هذا يجعل الأعضاء فيما بعد تمرض. نحن في تمارين الطاقة نعيد التوازن لهذه المسارات ولهذه النقاط. رغم أن هذا العلم لا يزال على طاولة الحكم ومع تضارب الآراء بين مستند ومعارض، يرى المختصون أن وجود المشككين صحي ويدعم انتشار علم
علم الطاقة. فنحن نحتاج مجتمع يكون مجتمع نقدي. يعني ليه؟ لأنه مو أي شيء يجي له يصدق وياخذ به، لابد أنه ينقد. لكن الأشخاص اللي بيمارسوا أشياء غير صحيحة حيتكشفوا بوجود هؤلاء الأشخاص اللي شكاكين، بالعكس وجودهم صحي. وحتى الأمس القريب كان العلاج بالطاقة مفهوما مجهولا في الجزائر، إلا أنه في الآونة الأخيرة شق طريقه بخطى ثابتة ووجد صدى واسعا وكبيرا أوساط المجتمع الجزائري. الدورات هذه فادتني بأني أنا كطبيبة أني نتجاوز الستريس، نتجاوز كل الإرهاق، نقدر نتمكن من نفسي. ساعدتني في التعامل مع المريض وحتى في حياتي اليومية وفي كل مجالات. ومع كل المعطيات الموجودة يبقى علم الطاقة أو العلاج الذاتي يطرح الكثير من الأسئلة المبهمة التي ما زالت تبحث عن أجوبة شافية. قد نكون محتاجين لمثل هذا العلاج. بذا نختم نشرتنا. إليكم تذكيرا بالعناوين. وزارة التربية تحدد تاريخ 7 أبريل لتنصيب اللجنة الوطنية المتعلقة بإعادة فتح القانون الخاص لعمال التربية. وزير الطاقة يوسف يوسفي يدعو الشركات الجزائرية الخاصة للاستثمار في القطاعات الطاقوية. الأمين العام للجامعة الدول العربية يدعو من الجزائر إلى تبني موقف موحد يساعد على تخطي الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية. وفي الرياضة تابعتم الخضر يباشرون معسكر قطر اليوم بتعداد مكتمل، وبرشلونة أطاح بريال مدريد في كلاسيكو العام. النشرة تمت مشاهدينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.